هو ايه اللي بيعمله التسويق؟ التسويق بينقل الشخص او العميل اللي ما يعرفش اي حاجه اطلاقا على البراند لانه يبقى ولاءه للبراند ده. طب ازاي؟ اول حاجه عشان تعمل اويرنس مظبوط لازم تحدد الجمهور المستهدف. مفيش حاجه اسمها استهدف كل الناس، اي حد بيستهدف كل الناس بيفشل على الاقل في البدايه. حدد المنصات اللي هتشتغل عليها، ما تشبعش نفسك بمليون بلاتفورم في البدايه. هنا في مصر الاولويه لفيسبوك ومن ثم لتيك توك ومن ثم انستجرام، بعد كده دور على اي حاجه تانية. بس اهم حاجه الثلاث حاجات دول. الكونتنت بتاعك لازم يبقى جذاب ومميز وبيبيع، وازاي تصيغ البرودكت بتاعك او المنتج بتاعك في احتياج للعميل، ازاي العميل يحس ان المنتج ده هو محتاج له. لازم تعمل سكاجول او جدول زمني متوسط 6 شهور تمشي عليه. تاني حاجه واللي هي تحسين العلاقه مع العملاء الحاليين. لو قعدت احلف لك ان الورد اوف ماوث مهمه جدا 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 انا كعميل للبراند بتاعك، لو انت عرفت تحسن علاقتك معايا وعرفت تكسبني من اول بيعه، صدقني هجيب لك 10 و20 يشتروا. فانت بيبقى في ايدك ان انت تكبر من البراند بتاعك وما بتعملش كده. لو جيت بعد ما خدت منك منتج او خدت منك سيرفيس معينه، جيت بعدها رحت مكلمني ايه اخبار المنتج يا استاذ محمد، ده اسمه الافتر سيل. ده مهم جدا جدا جدا. طبعا الاكشن او تزويد المبيعات اعتماده الكلي على الاعلانات المموله. خلينا نكون واقعيين وصراحه. الاعلانات المموله بتوصلك لحاجه سريعه وقت قليل، هتسرع لك الوصول. وبلاش تبدا بالبادجت اللي هي 50 جنيه و40 جنيه والكلام اللي احنا بنشوفه ده. اقل من 500 وانت طالع ما تبداش كامبين. 500 ديلي بادجت في اليوم. تخدم الهاشتاج، وفي البدايه خلي هاشتاج ليك انت مطعم اكس والسلوجان اللي انت كاتبه. مع كتره البوستس والمحتوى اللي انت عامله لمده 6 شهور اللي عن كده هتبني الخوارزميات وهتبني الهاشتاج وهتبقى ليك هاشتاج ليك انت.